على النبي. حياكم الله. أول شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله في هذا اليوم أن يحفظ الإسلام والمسلمين. هم عمود الحياة في هذه الدول. وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين مؤسس كل نجاح في هذه الدولة. وأن يحفظ ولي عهده. وأن يحفظ أمن وأمان هذا البلد. إنه على ما يشاء قدير. الأقدار تحكم والظروف تحكم. والرجال الأوفياء ما يبرزون إلا مع الظروف اللي تحصل على الإنسان. هذا وفاء من أهل الوفاء. وأنتم والله ما هي مجاملة لكم أنكم من أهل الوفاء. الأخ زياد بن حسين والوالد زياد بن حسين وأولاده جهزوا لكم وكملوا حسب عادات العرب وتقاليدهم، احتراما لكم ولمقامهم ولقبيلتكم وقبيلتنا. الحمد لله. أثناء الفترة هذه طلع ولده اللي هو يصير ولد أخوه أحمد بن زياد، وقضى الله قدره. الحمد لله. ووفاه الله سبحانه وتعالى. أحمد بن زياد رتب الأمور ولكن قدر الله ما شاء فعل. مني أنا يا ماجد بن عبد الوهاب والله لا كلمت أبو خالد ولا كلمت أحمد في هذا الموضوع أبدا. طلعنا بعد صلاة الجنازة وقابلت أعيان من عندكم من ربعكم الخاصين وأعطيتهم لي في خاطري. قالوا أبشر يا أبو مشهد نشوف الموضوع ونعطيك خبر. ما قصرت بيض الله وجهك وجزاه الله خير. رديته بالموافقة. حضرنا ثاني يوم عزاء عند جماعتنا وبلغته بالوفاء اللي منكم رحم الله والديكم وبالكلام اللي يجمل وفعل الرجال. قلت يا ابو مشعل الرجال حجز والرجال عنده تذاكره وعنده اموره والميت الله يرحمه والله ما نقدر نرجعه. راح لمن احسن منا ومنه. صار اللي صار وجت موافقتكم الكريمه وبلغنا الاخ زياد وولده. كانت نيتهم بيني وبينكم هنا وهنا. شرحت الموضوع للجماعه وقالوا كلهم ما دام ان اخواننا وجيراننا وانسابنا واحبابنا وافقوا هذا وفاء منهم، وهذا اللي بيننا وبينكم طول العمر ان شاء الله. نعم. تبقى المحبه والتقدير والاحترام لين نموت. الحمد لله. بحكم الجيره وبحكم النسب اللي بيننا من زمان. الحمد لله. قلتم الله يكثر خيركم ويعطيكم العافيه ويبيض وجيهكم. والله ان جميلكم هذا لا ينسى. لانه وفاء. قلت لكم قبل شويه الوفاء لا يظهر الا في وقت الازمه. لقينا الرجال الأوفياء والكلام الوفي. هذا ما نقوله وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. جيت والله حييكم. الحمد لله على كل حال. أنتم عوان وشركاء وغاليين ما في شك. والمقادير ما نردها لا احنا ولا انتم. الحمد لله. أنتم الحين. سألت الرجال يقول